وصفة جلاش مفيش اسرع منها، وبجد طعمها خطير. ما انا قلت ما ينفعش رمضان يعدي من غير ما اعمل لكم وصفة حلويات شرقية تكون سريعة برضه. للجلاش هنحتاج لفة كاملة وشوية زبدة او سمنة متسيحين، وعشان نعمل الشربات هنحتاج سكر ومية وعصرة ليمون صغير. خلينا اول حاجة نبدأ بان احنا نعمل الشربات لان هو بياخد شوية وقت على النار. هنحتاج كوباية سكر، ونص كمية السكر هنحطها مية، يعني لكل كوباية سكر نص كوباية مية. وهنسيبهم مش هنيجي جنبهم خالص لحد ما السكر يبقى كارملايزد، ساعتها بقى نحط الليمون. هناخد الجلاش ونرولت كده وهنقطعه زي السينابون بالظبط. نكون محضرين قالب كاب كيكس ندهنه بالسمنة، نبتدي بقى نرص فيه الجلاش. واخر خطوه ان احنا برضو ندهنه بالسمنه من فوق، وبس كده، وندخله الفرن ونسيبه مش اقل من نص ساعه. كده السكر بقى عمال يغلي ويتكرمل. يبقى دلوقتي نحط الليمون بعد ما خرجنا الجلاش من الفرن وسبته تقريبا 35 دقيقه، وننزل عليهم بالشربات. بس انا هحط زبيب وفستق وشويه عين جمل. جربوه وقولوا لي رايكم، وطبعا ما تنسوش تصوروها وتبعتوا لي صورتها.